أكيد كلكم تعرفوا المكرونة المبكبكة الليبية، بس سامعين قبل بالرز المبكبك الليبي. كنت طالعة مع صديقاتي ورجعت وقت غدا متأخر، ما عرفتش شنو نطيب. اختار علي الرز المبكبك الليبي، يهبل سهل وسريع وأحلى منه ما فيش، وخصوصي في أيام الشتاء. في طنجرة زيت زيتون وعليه بصل مقرد مكعبات وفلفل حار، نقلوهم في الزيت شوية ونضيفوا عليهم ملعقتين طماطم معجون، ورق غار، فلفل أحمر، بابريكا مدخنة، كركم، فلفل أسود وشوية حرارات وملح حسب الذوق. نخلوهم يتقلوا في الزيت شوية ونضيفوا مية وجزر، وممكن تستخدموا لحم أو دجاج أو جمبري. أنا بصراحة نحب هلبة مع الجمبري بس ما كانش عندي فاستخدمت اللحم. نضيفوا باقي المية ونخلوا اللحم يطيب على راحته. بعد ما طاب اللحم نضيفوا أي نوع خضرة تحبوه، أنا ضفت بازاليا وبطاطا، ونضيفوا عليهم الرز. ممكن تستخدموا أي نوع رز أنتم تحبوه، بس الأفضل يكون رز حبة غليظة. أنا استخدمت الرز الأمريكي، ونغطوا عليه لين يطيب الرز وبس. أسهل منه ما فيش. حبة هلبة مع الزيتون، مش عارفة ليه، بس هل أنتم زيي لازم يكون الزيتون موجود أو لا؟